بيكم جميعا. ان شاء الله في الفيديو ده النهاردة هنشتغل الكوفية دي بغرزة الكلاستر. غرزة جميلة جدا ومرنة في الشغل، نتيجتها ممتازة، حلوة قوي في الالوان الفاتحة وبحسها بتليق في كل الالوان. عملنا منها اللون الغامق ده وعملنا منها الاوف وايت وكمان الجنجاه، جميلة جدا. قبل ما نبتدي نشتغل وكأنه قدامنا الباترون، هنشوف بس على الكوفية دي هنشتغل ازاي. الغرزة الكلاستر بتاعتنا انا عملت هنا عرض الكوفية 1 2 3 4 5 6 7، هي عرضها 19 سنتي، بس انا هقول لكم مثلا هنا هنعمل ايه 7 كلاستر، 7 كلاستر ونهاية الشغل عادي هنشوف مع بعض. وشغلها الاساس بتاعها عبارة عن مجموعة خمسات من الغرز. هبتدي اشتغل في الكوفية واقول بسم الله. الخيط اللي عندي نوعا ما سميك، هشتغل معاه بإبرة 6.5. اللي عليها دي طبقة شمع بستخدمها في معظم الإبر، حلوة جدا بتريحني أنا. هنعمل الإبرة عادي بقى بالإبرة بإيدينا. قلنا هنبتدي نشتغل مضاعفات 5+2، يعني اهو 1، بدل ما اقول هعمل 25 هعمل، لا انا هعد زي ما انا، هنشوف مع بعض كده 1 2 3 4 5. ما بشدش قوي الغرز الاولى، 1 2 3 4 5. كمان مرة 1 2 3 4 5. انهيت كده مضاعفات 5، وهزود سلسلتين في الاخر كده. انا جاهزة اعمل اول سطر. علشان اتجنب انه اكون مثلا اتلخبطت في العد، او بعد ما اعمل السطر الاول الاقي مثلا عجز عندي غرزتين او 3 في الاخر، فازود شوية. ممكن مثلا ازود 5، تمام، ازود 3 غرز، زودي اي عدد في الاول. وانا باجي اشطب بفكه، بس الفكرة انه انا اول ما اعمل السطر الاولاني ما اضطرش ان انا اخلص ولاقيني ناقص عندي، فاضطر افك الغرزة كلها تاني وارجع اعيد. فهنبتدي احنا كده خلاص مضاعفات 5، زودنا سلسلتين في الاخر، ونبتدي اول سطر. هرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. في سادس غرزة دي 1 2 3 4 5. في الغرزة السادسة فين بقى؟ في الباك لوب. يعني انا حددت السادسة اهي، اهو في الباك لوب ده. اول سطر غلس شويه في الشغل، ولكن في الباك لوب الطف كتير من انه اشتغل في حرف السلسله العادي. هعمل الكلاستر دي 1، ريح ايدي شويه، 2، تالت 1، وبعدين اسحب واقفل بسلسله، وهعمل فراغ سلسله واشتغل عمود فين؟ في نفس اللوب اللي انا اشتغلت فيه اهو، عمود عادي خالص، عمود بلفه. شوف الغرزه اهو، ارتفاع 5 عندي اهو، الكلاستر، الفراغ، العمود، تمام، الارتفاع، الكلاستر، الفراغ، العمود. بعدين هعد كام؟ 1 2 3 4 5. هعد 5 سلسلة وادخل في سادس لوب اهو، وهعمل ايه؟ وهعمل الكلاستر اللي عليه الدور. اريح ايدي بس شويه في الكلاستر عشان ما يبقاش قصير، عشان اول سطر، بعدين يبقى الشغل اسهل اهو. اسحب واقفل على الكلاستر والسلسله الفراغ، بعدين عمود في نفس اهو. الكيرف ده هيظبط لما اكمل السطر، بس هو اللي ظابط الغرزه اهو، تمام. اعمل كمان تالت كلاستر. ممكن اعد بقى خلاص باللوب، او لو متعرفيش تعدي من قدام عادي اهو، 1 2 3 4 5. سادس غرزة اهي، اقلب اللوب بتاعها اهو،
واعمل الكلاستر. احاول اريح ايدي برضو، واقفل بغرزة وغرزة الفراغ وعمود في نفس الغرزة. هكمل السطر وارجع لكم. انا كده انهيت اول سطر بالشكل ده. طيب احنا قلنا ان الباترون مضاعفات الخمسة وعليهم اتنين، الاتنين هعمل فيهم ايه؟ هعد اهو، 1 2 في اللوب التاني هعمل غرزة عادية خالص، عمود بلفة، عمود بلفة. طيب هل هرتفع سلسلتين والف الشغل عشان اعمل السطر التاني؟ لا، هنا عامل حاجة شوية غير، اتعلمتها من فيديو اجنبي زمان جدا، ومن وقتها يمكن معظم اغلب ارتفاعات الشغل عندي بعملها بيه، بالذات اللي هي سلسلتين او اللي هعمل له ارتفاع عمود يعني. تمام، هلف الشغل اول حاجة وهدخل في الغرزة دي اهي واسحب وكأني هعمل غرزة حشو. في 2 على الابرة، هسحب واخرج من واحدة بس واسحب تاني واخرج من الاتنين. شايفين عملي وكأنه ارتفاع سلسلتين وعمود بلفة. بعدين هشتغل عادي خالص في الفراغ بقى، انا كنت خلاص الشغل ده كان كلاستر سلسلة عمود، هشتغل في الفراغ ده كلاستر اهو. ادي الكلاستر، سلسلة على الكلاستر اقفل، السلسلة التانية وعمود بلفة في نفس المكان. طيب بعدين انتقل على طول اللي بعدها اهو، كلاستر هقفل عليه بغرزة واعمل غرزة تانية واوسع كده العمود، اتأكد انه في مكان للعمود علشان ما يجيش على الكلاستر تبقى يعني تفلت، هتبقى يعملي حتة كده زي الحلقة. لا، انا اوسع له واشتغله يبقى كده ماشي منتظم كده مع بعضه. كمل السطر وارجع لكم. كده خلاص انا قربت في اخر كلاستر في السطر التاني، اشتغلوا سوا اهو كلاستر. اقفل على الكلاستر بغرزة القفلة العادية بتاعة الكلاستر، بعدين اهو عمود بلفة. هنهي السطر ازاي بقى هنا؟ هنهي السطر عندي المفروض ان السطر بينتهي كده ادخل هنا في الغرزة اللي هي بتاعة الكلاستر واعمل هنا عمود، او اللي انا هعمله بقى دلوقتي. ليه بقى؟ علشان انا مش بحب الفراغ ده يكون موجود كده او ظاهر يعني، فاهمين؟ ممكن هو ما يبانش قوي بس انا بحب اشتغل هنا. هنا هنشوف، هفكه انا كده هنهي خلاص اهو، بدخل هنا على طول وادي العمود، الف الشغل، اعمل تاني الارتفاع معاكم وادخل في نفس الغرزة دي اهي. قلنا مش هنرتفع سلسلتين، هندخل هنا وكأني هعمل غرزة حشو، بعدين هخرج من لوب واحدة بس او من حلقة واحدة بس، يفضل معايا تاني حلقتين على الابرة، هلف واخرج منهم تاني، يبقوا عملوا لي بالظبط اهو، عمل وكأنه ايه، وكأنهم سلسلتين وعمود بلفة. نكمل اول كلاستر كده، انا في السطر الثالث وادي اول كلاستر وعمود. معلش عفوا، بس
بس ناقص كده، وسلسلة الفراغ، واوسع عشان اشتغل العمود. اللي بعده الكلاستر اهو. تمام، هكمل السطر وارجع لكم. انا كده خلاص قربت لاخر السطر، لسه كلاستر واحد بس، خليني اعمله معاكم اهو. كلاستر عمود مش بيكمل 3 مرات اهو، عمود مش بيكمل 3 مرات، يفضل عندي على الابره كام؟ 4 اهو. سلسله اقفل، سلسله الفراغ، اوسع سنه العمود، عمود بلفه. تمام. بنهي ازاي؟ قلنا مش بنهي هنا في السلسله دي، مش بنهي اهو، يا رب يكون واضح. مش بنهي هنا، لا انا بنهي هنا في الفراغ اللي بين الارتفاع والنقله للكلاستر اللي عليه الدور اهو. هعمل عمود بلفه مرتاح اهو. تمام كده. انا عملت ايه كده؟ انا بدأت الكوفية 7 كلاستر، ده العرض اللي انا عايزاه، اعرض من كده عادي اللي انتي تحبيه. السلاسل الزيادة دي قلنا دي علشان ما يعجزش معانا، وهتعرفوا انه دي افضل كتير في الشغل لما تجربوا، بالذات علشان هو الشغل ده بالعد. تمام. هكمل ان شاء الله الكوفية دي للطول اللي انا عايزاه، سواء بقى 1.80 متر، 1.60 الطول اللي انت تحبيه. انا ان شاء الله اعملها المتر 80 واكملها معاكم ان شاء الله، نوصل ان شاء الله لاخر سطر وارجع لكم باذن الله. انا كده خلاص وصلت بشغل الكوفية للطول اللي انا عايزاه، وهنا انا عملته متر 80 سنتي، ممكن اعملها اطول زي ما تحبي. طيب هنهي اخر سطر معاكم. اخر سطر عمود بلفة كده، 7 كلاستر زي ما احنا ماشيين، 1 2 3 4 5 6 7، وبعدين هقفل سلسلة على اخر عمود واقص الخيط. انا هنا نهيت الكوفية هنا. وصلت الخيط في الكوفية دي مرة واحدة. بشطبه ازاي؟ بمشي بيه شوية تحت الشغل، وبعدين بعمل ايه؟ في ممكن تقصيه وخلاص، بس بصراحة بشوف انه امتن ان انا اعمل اشطب بالابرة العادية تحت الخيط. يعني ببقى واثقة ان الخيط مش هيفك، مش لو مثلا الكوفية اتمطت شوية اتغسلت كده مش هيظهر ولا يحصل ايه ان هي تفوت من هنا. طيب ازاي بقى بعمل كده؟ اجيب خيط منهم لضمته في ابرة اللي هي ابرة عادية خالص اهي، وامشي بقى تحت الشغل ازاي؟ يعني امشي بشكل ما يخليش الغرز شكلها يبوظ. يعني شوفوا اهو، طلعها من بين، يعني ما امشيش من بره. لا اهي، طبعا مش بشد قوي اهي، دي مثلا كده خلاص اهي، ده ما عادش باين اهو. بدخل برضو من جوه، اطلعها بقى هنا، بقى ما بحاولش ازق، يعني عارفين اللي هو ايه، تمشي بحرص قوي بحيث ان ايه، لا شد الغرزة وما بوظهاش ولا كأن فيها خيط متداري كده اهي. طيب ارجع تاني بقى، مرجعش على غرزة، يعني مثلا مرجعش كده هقفل دي، لا برجع في نفسها اهي، الفتحة اهي، بس من يعني ايه، من شكة تانية كده
اهو، طلعها بشويش اهي. شوفوا انا شطبت وهي الغرزة زي ما هي اهي، ولا كأن في خيط جواها متداري، ولكن انا بشوف كده امتن. هجيب الخيط ايه، اقصه المقص، تمام، ابعده اريحه كده، يبقى خلاص تمام. عايزه اقص بس دي، طالما ما ريحت الكوفيه ما راحتش خلاص هجيبها كده تاني. خلاص هعمل التانية بنفس الشكل وارجع لكم. هنا قصيت الخيط خلاص، وهبتدي دلوقتي اعمل ايه، الشراشيب. طيب الشراشيب دي هتكون عبارة عن مجموعات، يعني هعملها كلها متساوية، اللي هي عدد الخيوط اللي فيها تكون متساوية. هركبها فين عشان اعد انا هعمل كام مجموعة؟ هركبها هنا، ادي 1 2 3 4 5 6 7 في الفرق اللي بين الكلاستر والعمود. يبقى بعد الفروقات دي الاماكن اللي انا هشتغل فيها الشراشيب بتاعتنا بعد ما اجهزها. انا كده عايزه كام؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 بعدد الكلاستر، 7 مجموعات شراشيب. هبتدي دلوقتي اجهز الشراشيب. انا عامله عندي اسطمب كرتون بالشكل ده، طوله 15، يعني بعمل الشرشوبه طولها 15 مجوز، وهي متنيه بتكون 15. انا بقصها، يعني بقص دي كده طول 15 وهي متنيه، ويا عم بربطها في الكوفيه بتكون بالشكل ده. انت بقى الطول المناسب، عايزه تطولي عن كده، عايزه تقصري، انت حره، ده بيرجع لك. في ناس بتحبها طويله جدا، بحبها الى حد ما معقول وسط. طب هنشوف هنعملها ازاي على الاسطمب ده. هحط بدايه الخيط كده هنا اهو. السهل عليا شويه في ان انا اعمل شراشيب، ان انا اعد. ازاي اعد؟ يعني شرشوبه الواحده مثلا من دول اهي، بعد خيوطها، بيكون سهل عليا بحيث ان انا ما بهدرش. احنا خلاص عدينا ان احنا محتاجين 7 مجموعات. طيب 7 مجموعات، وليكن المجموعة الواحدة هعملها 8 خيوط او 9 خيوط. بشوف ان 8 او 9 كثافتها كويسة. ادي 1، بعد بقى اهو، بخلي ايدي مرتاحة قوي علشان ما شدش، فلما اجي اقص تطلع الشرشوبة قصيرة، لا، كون ايدي مرتاحة خالص ما بشدش. ادي 1، ادي تاني خيط من جوزي. انا كده عملت 1 متني اهو، 1 ده متني، و2 متني، 3 اهو ما شدش، 4 5 6 7 8 9. ادي 9 مجموعات هنشتغلهم، 9 عفوا 9 فتلات اهو. طيب هقص هنا زي ما قصيت، يعني اقص من ناحية البداية. ادي البداية بتاعتي اهي، اول واحدة اهي، اقص برضو هنا اهو. جت طويلة شوية او كده انا هسويها. طيب اعمل ايه بقى بعد كده اهو، اجي اقص. هما تمام كده مظبوطين. دي جت مثلا طويلة شوية مش مشكلة، بنتساوى تاني واحنا بنشطب خالص بعد ما بنركبهم اهو. هقصهم من هنا، من الناحية ايه اللي انا بادئه منها، مينفعش اقص من التاني. لو قصيت من الناحية دي خلاص هتبقى كده اتقطعت، انا كده هدرت. وبالمناسبة اما انا بعد عدد الفتلات وبعملهم مجموعات، اعد المجموعات اعد الفتلات، ده بيوفر لي هدر الخيط. هقوم قصاهم من هنا اهو، اعمل كده، اخد بالي اهو، قصيت. ادي كده عندي مجموعة ايه، مجموعة شرشوبة اول واحدة اهو. مش متساويين من هنا، ده انا بشطب في الاخر الكوفية، كل ده بيتعدل بيتساوى. انا كده عملت اول ايه، اول مجموعة. طيب هو انا ممكن اعمل كل مجموعة لوحدها 9 فتلات على اسطمب الكرتون طيب لو عايزة اعمل كله سهل برضو، ممكن اعمل مثلا 3 شرشوبة لو الورقة عريضة.
دي انا عاملاها في البيت، يعني كرتون مجمعاه وعاملاه بالبلاستر سهل. في اسطمبات خشب بتتباع زي اسطمب البومبو الموجود. يعني كده ادي واحد، اعد تاني، 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 7 8 9. كده انا عملت 18، يعني عملت مجموعتين. ممكن اعمل ايه كمان؟ ممكن اكمل للاخر بس وانا بعد 9، اعد 9 وابتدي تاني اعد 9 وابتدي تاني اعد 9. يبقى انا كده سهلت على نفسي. يعني انا الورقه دي ممكن تاخد عندي مثلا كمان مجموعتين او 3، يعني ممكن اعمل 5 مجموعات في ورقه واحده. ده بيسهل. وزي ما قلنا ادي بادئين من هنا، هننهي من هنا اهو، وبعدين اهو اقص من هنا، منين؟ لا، اقص من عند ما انا بادئه من هنا، امسكهم كده ايا كان بقى ايه عدد المجموعات بتوعي. ادي انا كده عملت مجموعتين وقصيتهم مره واحده وعديتهم مره واحده. انا كده سهلت على نفسي. هنجهز بقيه مجموعات الشراشيب وارجع لكم. انا كده عملت مجموعه الشراشيب دي، ادي 9 وحدات. اسويهم بس ايه من هنا، سويهم قدر الامكان، يعني ما ينفعش تبقى واحده طالعه قوي كده، لا قدر الامكان. والفروق البسيطه دي بتتساوى في الاخر في التشطيب. طيب انا عندي الكوفيه اهي اهي، وده هعمل على الوش. طيب اول واحده قلنا هنعمل فين؟ بنعمل في الجزء ده اللي هو بين الكلاستر والعمود. الاول الابره دي تنفع، لكن انا بقى عاوز ايه؟ اعمل كده بابره كبيره شويه. هاخد هنا تمام، وهجيب الشرشوبه على ايدي كده اهو اهي، اقربهم من بعض الى حد ما، واسحب من على صابعي اهو كده، شايفين اهو، وعديها من هنا تمام اهو. بعدين هطلع الابره واوسع بقى لايدي، فاهمين؟ اوسع بايدي وايه، وادخل صابعيني دول واجيب الباقي، شايفين اهو. بصوا، واسحب ايه بهدوء بقى اهو، مش هسحب جامد برضو، اسحب بهدوء اهو. بس انا كده ركبت اول شرشوبة. تمام، هعمل بقى ايه، في مثلا واحدة ايه مهوية هنا شوية، ممكن بسنس بسيط كده تلاقيه توصلي ليها يعني أهو. انا كده ركبت اول شرشوبة. نعمل كمان واحدة مع بعض، مسوية الخيط على ايدي وبروح للمكان اللي هركب فيه الشرشوبة اللي انا قلت هو فين اهو، بين العمود والكلاستر كده اهو. ادخل، اخد الخيط من على ايدي، خد بالي وانا بسحب، سحبت خالص اهو. اسحب بما يسمح ان انا ايه ادخل صوابعي اهو، ارجعها تاني كده اهو، واخد طرفه واشد بالراحة بقى خالص. الخيط الصوف غلس شوية في الشرشوبة، بس يعني ايه بيظبط اهو. اشد بقى بشويش، يعني لو لاقيه بقى واحده مين فلتة زي ده، بتاخدي بقى واحده واحده كده تلاقيكي ايه ظبطيهم خلاص بقوا شكل واحد تساوي يعني. ده الشكل اللي ايه بتاع الشرشوبة لما تتركب. انهيت تركيب الجزء ده، هعمله كده بايدي وكأني بسرحه. ودي الزيادات اللي قلتلكوا عليها واحنا بنقص الشراشيب على الاسطمب، ان انا في الاخر سهل جدا ان انا اسويها بالمقص. هسويها بالمقص وارجع لكم. قصيت الزوايد زي ما انتوا شفتوا اهو خلاص.
وادي كده سويت الشراشيب. واحدة بقى زيادة كده يعني تبقى ايه فاهمين يعني سهلة بقى خلاص. نحط بقى دول على جنب. كملت انا كده الشراشيب بالشكل ده، قد ايه جميلة. بس هنعمل الناحية التانية بنفس الشكل وبنفس الطريقة ونشوف ان شاء الله النتيجة. خلصت انا كده تركيب الشراشيب للجزء التاني، وركبت اللوجو الفتلة اللي انا كنت قلتلكوا عليها مبشطبهاش عشان بركب بالشكل ده اللوجو، وبثبته بنقطة شمع صغنونة قوي في ظهر الكوفية من ظهره يعني. ادي الكوفية معانا بتاعتنا. اتمنى تجربوها واستنى دعمكم ان شاء الله، ويا رب اكون قدرت اقدم لكم حاجة مفيدة.